كريم عامر واسمه الكامل عبد الكريم نبيل سليمان، مدون شاب من الإسكندرية، كان طالبا في كلية الشريعة بجامعة الأزهر في فبراير 2007، وبناء على دعوى تقدمت بها جامعة الأزهر حكم عليه بالسجن بسبب مقالات نشرها على مدونته. قصة كريم مع السلطات بدأت قبل سنوات، يرويها لنا الناشط الحقوقي والمدون محمد مرعي الذي عايش كريم في السجن خلال 3 أشهر بعد اعتقاله على خلفية أحداث 6 أبريل 2008. فلنستمع إلى شهادته. كريم عامر هو أول مدون مصري وعربي يتم تقديم المحاكمة نتيجة لما يكتبه عن مدونتهم. اعتقل في أول مرة في 2005 على خلفية مقال كتبه على مدونته فيما يخص أحداث محرم بيك ما بين المسلمين والأقباط في مصر. تم اعتقاله لمدة 18 يوما، أفرج عنه بعدها إلى أن يتم اعتقاله مرة أخرى في 2006 نتيجة مقالات كتبها أيضا وآراء كتبها على مدونته. اتهم في أنه انتقد شيخ الأزهر وانتقد مؤسسة الأزهر بكاملها، وتم الحكم عليه رسميا في 22 فبراير 2007 بهذه التهم التي فصلت سنة لسب رئيس الجمهورية و3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان أو سب المؤسسة الدينية في مصر. كريم أنا كنت معتقل في 2008 على خلفية انتفاضة 6 أبريل التي حدثت في المحلة الكبرى، وكانت المصادفة أنني قد قابلت كريم عامر ومكثت معه في المعتقل، فكنت على قرب من كريم وتحدثنا عن ماذا حدث معه. فما توصلت إليه أن كريم عامر ما كان إلا يعبر عن آراءه وأفكاره، وأن كريم لا يحمل أي أجندة سياسية أو خارجية، وما حدث معه يعتبر انتهاك لكل القوانين والأعراف الدولية التي تحمي حق الإنسان في التعبير عن رأيه. تم تنظيم عدة احتجاجات ومظاهرات أمام أغلب السفارات والقنصليات المصرية في الغرب. من دافع عن كريم عامر في مصر هو مجموعة من المدونين والنشطاء المؤمنين فعلا بأهمية حرية التعبير، والمدافعين عن كريم عامر بأنه من حق أن يعبر عن آراءه، وإذا اختلفنا معه فإنه يمكن رد عليه من خلال رأي آخر أو مقال آخر. كريم، أنا سؤالي هيبقى على اللي كان الصحافة بيقولوه على أهلك. باباك قال إن هو اتبرى منك، ده الصحافة اللي قالت، وإن مش عارفة مين لو شافك هيقيم عليك الحد، وأخوك وأصحابك. عايزة أعرف الكلام ده صح ولا لأ؟ دي أول حاجة. أولا أنا مش عايز أعلق كتير على علاقتي بأهلي، دي شيء شخصي جدا، شيء خاص جدا، وهم مختلفين معايا وممكن مختلفين معايا لأبعد الحدود، وممكن إلى حد ما عندهم شيء من يعني ممكن نسميه التطرف في الآراء مش في الممارسات أو كده، لكن في نفس الوقت زي أي حد يعني أنا ابنهم، يعني مش يعني الموضوع مش هيخرج عن ان انا ابنهم، بغض النظر عن ان ارائي صادمه او مخالفه ليهم تماما. اقفل موبايلك. مش هقفله. اقفل موبايلك. مش هقفله. خلي حد يشوفك. فين بطاقتك؟ عايز تشوفها ليه؟ فين بطاقتك؟ اتفضل يا باشا. هو في ايه؟ اتفضل يا باشا. طب انا بس كده مع المشرفين هكلمك. فين بطاقتك؟ انت التعليمات اللي على الباب، التعليمات لو عندك بس بعد اذنك ممكن لو عندك تعليمات بان ده ممنوع تكتبها على اللوحه. لا مفيش حاجه اسمها تكتبها على اللوحه. انت اسمك بس ايه عشان انا اجيبك باسمك. اسمي عبد الكريم نبيل سليمان. عبد الايه؟ عبد الكريم نبيل سليمان. عبد الكريم. بص يا عبد الكريم، احنا عندنا قانون الاداب ما بيعلنش على الملأ. لا اعلنوا معلش عشان التزم بيه، اعلنه. انا مش عرفني هو القانون هلتزم بيه ازاي من غير ما تعلنه؟ القانون العام ما بيعلن خلاص، نزل في الجريده الرسميه، اصبح واجب التنفيذ لجميع الناس سواء قروه او ما قروش، اصبح ملزم وواجب التنفيذ. طب انت دلوقتي في مكان عام وانت بتقول لي في قواعد، انت اشمعنى كاتب القواعد اللي على الباب دي؟ اشمعنى كاتب القواعد اللي على الباب ولا على التذكره مش مضمنها الكلام اللي هو الراجل ده قاله؟ بص احنا بنيجي بنقول في تعليمات التذكريه احنا مش موبايل ما تساعدني انا شغال عاجبك في الموبايل. في عندنا حاجه في التذكره
بتقول ايه؟ اذا كنت هتسبب ازعاج للاخرين او تسيء للاخرين، هل مجرد ان انا قاعد واخد راحتي في المكان تذكره بعد اذنك اقراه. اقراه. تحتفظ الإدارة بحق منع دخول أي شخص أو الطلب منه مغادرة المنتزه بدون أي تعويض مادي أو أدبي في حالة عدم اتباع التعليمات أو التصرف بشكل مسيء لرواد المنتزه. يعني لو واحد أنا جه ضايقني بشكل مادي، ده من حقك إن أنت تمشيه. لكن يعني هل مجرد إن أنا أسأت إزاي؟ إيه نوعية الأساءة اللي إحنا عملناها؟ خالفت قانون الآداب. إيه القانون الآداب العامة؟ معلش تعالى بقى معلش وريني بقى. تعالى اقول لك بقى. بص يا سيدي، بص يا عم، انت فرحان بيا قوي هاتوا كده رجعوا على كده، رجعوا على كده، بس ما تزعلش في الاخر. ها وريني الأداب العامة. طيب بص يا حبيبي، ممكن تنتظر بس ليه بعد اذنك؟ ليه؟ ما هي معايا، هي معايا ماشي، ما هنا بس تقف. هي معايا، مش هتشوف هي قانون كمان؟ لا انا عايز اقول لك انت، لو انا خالفته هي خلفته معايا. ها؟ لو في مخالفه احنا عملناها مع بعض. اوكي. بص يا حبيبي، ايه بقى قانون الاداب العام؟ بص كده، نقرا كده. ده ماده: كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه. اوكي. ايه بقى؟ حدد بقى. ما تصبر، يعني ايه بقى؟ ما انا هقول لك اهو. اوكي. ده صورت الايد على الكتف، تمام؟ شكرا. فعل ماد يخدش في المرأة حياء العين او الاذن، سواء وقع الفعل على جسم الغير او اوقعه الجاني على نفسه الثاني العلانية، ولا يشترط توفرها ان يشاهد الغير عمل الجاني فعلا، بل يكفي ان تكون المشاهدة. ده برضه كلام عايم مش والله ده القانون بتاعنا، هو قانون الطعن رقم كذا سنة كذا جلسة كذا. بص يا حبيبي اللي انت بتعملها دي بقى، اقرا كده دي: ملاعبة رجل وامرأة واحتضانها في الطريق العام. لا، حط ايدي على كتفها مش بحضنها. دي اسمها ايه بقى؟ حاطط ايدي على كتفها مش حاضنها. لا. انت منين يا عبد الكريم؟ ابقى بس عشان اشوف وشك ده، صورني بايه لو انت عاوز، لو انا حلو قوي كده بالنسبه لك. ها؟ انا من اسكندريه. على فكره كمان مش جاي عليا، هو جاي عليا. مش مشكله، انا ايه دي بقى؟ واحتضانها في الطريق العام ايه؟ فعل فاضح. اوكي. الطريق العام هو زي قانون المكان العام. اهلا وسهلا بيك. البي متصور عبد الكريم وداخل المكتب هنا ايده على كتف الانثى، وفي عندنا قانون زي ما انت تعلم احتضان في الطريق العام فعل فاضح. وصورنا بدون اذن. بتوع الامن ومصورني بدون اذني. لا معلش، انت بتنتهك خصوصيتي. لو في تعليمات مكتبي يا راجل، خصوصيتك ايه؟ في تعليمات. لا ما انت ممكن مش بطاقه بس اعمل لك مذكره دلوقتي فعل فاضح وهو متصور بالموبايل، دي على كتفها في مكتب وسط المشرفين كلهم. يعني انت بتصور فيه ايه؟ يلا بس شوف بقى بطاقته بعد اذنك. بطاقتك وخلاص. انت ايه؟ بطاقتك. يلا وبطاقه العروسه كمان. ايه العروسه دي؟ حضرتك. لا معلش، اتكلم معاه بشكل احسن من كده لو سمحت. حضرتك اتكلم معاه بشكل احسن من كده لو سمحت. يلا خلاص ورينا بس الخلاص. يلا بعتنا الدوريه كده. نعم بطاقتك يا استاذ. تفرق معاك ايه؟ تفرق معاك انت، شكلنا عاجبك. نستأذنك هنكلم الدوريه، خد بالك. احتضان اهو بشهود 6 7 رجاله اهو. رجعها تاني للامين لو سمحت. نعم. تفرق ايه؟ تفرق معاك ايه يعني؟ لا انا مش تفرق معاك انت. مين عندنا من النظام بره يا سيد؟ مين من النظام بره؟ ده الراجل بتاع المطار. مين مباحث؟ عايز تكتب الدوريه؟ عايز الدوريه؟ ها؟ يا سؤال هات بتاع الدوريه. يا عبد تعالى بقى كده يا باشا. تعالى بس كده بره. اسمي انا نسيت اسمك. نجاح. هنعمل لك مذكره دلوقتي، هنبقى بتاع المباحث، خد بالك، هنعمل مذكره فعل فاضح خارج الحياه العام في الحديقه ومصر عليه ومصور ومصورنا بدون اذن. ماشي. واخد بالك؟ عشان يبقى بتاع الدوري نجيبه دلوقتي واسلام بيه مش كده؟ في حاجه؟ مش خالص. الدنيا ربيع. انا سعيد. الدنيا وطيعه. صور عبد الكريم. صورنا بقى عبد الكريم. شغال ايه بقى انت؟ ايه ده؟ ها؟ طالب.
ماشي دي سبيس سيرفيس لا لا شعبان اوفيس بوك الو ايوه روضة. الو ازيك يا روضة عامل ايه؟ الحمد لله. بقول لك ايه؟ كل الناس حاجات بتهزر وسألوا بقول لك ماسكيننا في حديقة الازهر بفعل فاضح. علي صوتك مش هنسمعك، علي صوتك مش هنسمعك. بتوع الامن بتوع المكان. انا وعلي علي عايزين يعملوا واحدة. معايا بصرة عايزين يعملوا مذكرة دلوقتي. كفايه ان هو يعني بيصور وشتم. انا بصراحة بصورهم يعني. انا بصورهم اساسا يعني. مش هم اللي خلونا ده دخل فيهم شمال. بصور. ماشي. دخل فيهم شمال. الناس اللي معانا هيبقى مع حد المصاب الاسم. لا يا باشا، لا يا باشا هنتكلم عن يا عم نظام. حد كده كان سامع معروف؟ لا سامع. طب باشا بعد اذنك باشا كلم لنا غفر بيه. يا عم لا خلاص بقى خلاص اوكي. معاك مطيع الاثنين انا جاي مش كده؟ معايا طيب. تعالى يا استاذ سعد. رايحين فين؟ تعالى يا عم معايا. انت شفتي كانوا عاملين ازاي؟ شفتي المشاية؟ ايه رايك في المشاية؟ دول بقى لما هيحكموا البلد عارفه ايه؟ هيقعدوا في البيت ويلبسوا ايه؟ طب هو قولوا لي ايه؟ انت ايه رايك في اللي حصل؟ يعني انت بتقول لي هيعملوا ايه وتسالني انا هيعملوا ايه؟ سايبين يحكموا انت جيت عليك على اليوم اسال سؤال. طب انت شايله دي ايه؟ شايله الصوره دي عشان رد على الناس اللي عايزه البلد تبقى هي تبقى حد بس مش سهل لها فيها حريه لنفسها. طب الناس اللي انت بتحب ترد عليهم تقول لهم ايه؟